عملية الاستشفاء مرات بشكل جيد، مجموعة في وضع جيد من الناحية البدنية. طبعا من الناحية النفسية توقعوا معي أنه المرور لكأس العالم كان ساتيسفاكسيون كبيرة، كاينة أريحية، ولكن كاين تركيز كبير على مباراة النصف النهائي، لأنه طموح ديال المجموعة كبير، ولا طموحنا الآن نمشيو للنهائي إن شاء الله. فلذلك يعني الفريق إحساسي أنه مستعد بشكل جيد جدا إن شاء الله. طبعا هي الأهداف كانت مقسمة، يعني كهدف أول هو الترشح لكأس العالم، ولكن بعد الترشح طبعا الأهداف خصها تتطور، وهدفنا هو نلعبوا مباراة نهائي، وعلى هذا الأساس غنحضروا ولا حضرنا المباراة يعني تقريبا بشكل نهائي على بعد يوم من المباراة. طبعا في التحضير ديالنا دائما تناخذوا بعين الاعتبار قيمة المنافس، وكما تفضلتي فالمنتخب المالي منتخب قوي، فأكيد أنه في حساباتنا أننا نلعبوا على الإمكانيات ديالنا ولا إمكانيات الخصم، احتراما له احتراما لأنفسنا في المباراة ديال كرة القدم. فما غاديش نغيروا أي شيء في طريقة اللعب ديالنا، سوى أنه نعطيو الاحترام اللازم من الناحية التكتيكية للخصم، ونحاولوا نستغلوا فتراتنا الجيدة في المباراة باش نفوزوا بالمباراة. وعلى هذا الأساس المجموعة يعني مجموعة ومتجندة، لأنه ولينا بحال ان جروب دو ترافاي، دزنا من هدف إلى هدف، والهدف هو الفوز على المالي اللي هو فريق محترم وفريق من أحسن الفرق في الدورة. ليفوري ديال الفرحة ديال التأهل لكأس العالم، لأنه السن ديال اللاعبين يعني من ناحية الكونترول صعب جدا، نتفق معك، ولكن هذا العمل ديال الجهاز الفني حنا كان من واجبنا أننا نرجعوا الدراري في لوبجيكتيف جديد تري فيت. فكانت فترة ديال الاحتفال وجيزة جدا ديال بعد المباراة، فمن اليوم الموالي عفوا يعني كان الكفاف على المباراة ديال النصف النهائي والاستعداد لها. واللي تيعرف المجموعة ديالنا تيعرف أنها مجموعة طموحة ما عندهاش حدود من ناحية الأهداف ديالها، فتحقيق الأهداف دائما تيكون مرحلة تديك لمرحلة أخرى، والمرحلة الجاية عندهم هو محاولة الوصول للمباراة النهائية إن شاء الله. فمن هذا الجانب ما عندناش تخوف كثير يعني. بالنسبة للرسائل ديال الدعم من الوطن، فالسؤال هو شكون ما بعثش رسالة، ماشي السؤال شكون يبعث رسالة. فتلقينا دعم كبير من الجميع تقريبا، من كل الشرائح ديال المجتمع، يعني من العائلات، من الوسط الرياضي، ومن ليليت ديال الفوتبول ناسيونال، يعني مكالمات من رئيس الجامعة الملكية المغربية سي فوزي خجاع، من السيليكسيونور ناسيونال وليد الركراكي، وزيد على ذلك. فلذلك يعني الفرحة كانت كبيرة، لأن هذه فئة عمرية يعني المنافسة على المستوى الأفريقي كانت صعبة علينا في السنوات الماضية، فالوجه والروح اللي ظهروا بها دخلت فرحة كبيرة على الشعب المغربي، ولذلك التفاعل كان كبير. فاحنا ريكونيسون يعني فرحانين بهذا التفاعل، ولكن بالمقابل تتحط علينا مسؤولية أخرى أننا إن شاء الله نبرولونجيو هذه الفرحة هذه ونمشيو للنهائي إن شاء الله. يعني هو الأجواء ديال التحضير اللي عادية، ولكن في التفاصيل كاينة خصوصية لكل منتخب. هذا الشيء اللي تبين في الأداء ديالنا، فمواجهاتنا ما كانتش تتشبه بعضياتها من ناحية يعني التركيز ديالنا، ومن ناحية لو بلون ديال لو جو ديالنا. مبارياتنا في الدور الأول ولا وحدة شبهت الأخرى، ومباراتنا في ربع النهائي ايضا كان عندها حسابات خاصه وبلان دو جو خاص. فاكيد ان ناخذوا بعين الاعتبار الامكانيات ديال المالي، الخصوصيات ديال اللاعبين ديالو، خصوصا من الناحيه الفرديه. نحاولوا ان شاء الله نكونوا موفقين حنا من خارج الملعب اننا نساعدوا اللاعبين يعني بالحلول اللي ممكن تجي من الداخل، علما انه لو ميريت الكبير في هذه البطوله ترجع للاعبين، لانهم في هذا السن هذا ابانوا على نضج كبير، على قتاليه كبيره، وخصهم يكونوا واعيين على انهم هما الحلقه الاقوى في النخبه ديالنا، هما اللي صنعوا الفريق. واذا كان شي تاهيل المباراه النهائيه غيكون بالفضل ديالهم ان شاء الله. احنا مطالبين نلقاو الحلول، لان هذا هو العمل ديالنا. يعني اللاعبين عندهم بريديسبوزيسيون كبيره، عندهم استعداد كبير، وحنا الجهاز الفني مطالب يلقى الحلول. المنتخب المالي تفرجنا فيه في مباريات هاد الكأس الإفريقية، ولعبنا معاه منذ مدة قصيرة مباراتين،
لأن لعبنا مع المربع الذهبي كله، لعبنا مباريات مع السنغال، مع بوركينا فاسو، مع مالي قبل البطولة بأشهر يعني قليلة. لذلك اللاعبين عارفين الخصم وقيمته اللي غيواجهوها، ومن ناحية الحلول احنا اللي ملزمين أننا نساعدوا اللاعبين ونوجدوا الطريقة باش نكونتريو هذه الثورة ديال المنتخب المالي ونوصلوا للشباك ديالو طبعا باش نستحقوا هذيك لو بيي ديال لا فينال إن شاء الله. I'd say we're very enthusiastic to play the semi-final of the African Cup against a big national team like Mali. But we are very excited and we are concentrated to play it. And all of our players are very excited to play and to qualify for the final, inshallah. The chances are even, 50-50. Both teams have showed that they're strong and they're all candidates for the title. And yeah, as I said, it's even. So the best team who seizes the opportunities they have on the pitch will win. We have to set ourselves next goal, which is to qualify for the final. All of our players are focused and really know that very well. And now we're concentrated for the final.